السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله يا رب. دلوقتي فيديو جديد. بس قبل اي حاجة انزل حط اللايك وشير وكومنت جميل واشتراك في القناة من فضلكم علشان قناتي تتشاف. دعموني لو سمحتوا واكون شاكرة جدا فضلكم. الفيديو بتاعي النهاردة أول مرة أتكلم عليه، وهو عن هبة وجبس مصر، اللي هي أم سليم وجبس مصر وأصالة، ثلاثي المرح يعني. آه، يعني اتفرجت على فيديو النهاردة لهبة، وهو ده اللي استفزني وخلاني اتكلمت بصراحة. موضوع جواز جبس مصر والكلام ده كلنا كنا فاكرينه ان هو فيك. والله اعلم ان هو فيك ولا فعلا هو صح. بس لو هو فيك يبقى الموضوع مسخ وفسخ وكل حاجة. لكن لو هو صح، يعني انت فكرت مثلا انك انت تجرح مراتك فقلت والله انا متجوز عليها؟ يعني انا كنت شايفاكوا عايشين عادي، يبقى زمجورة شوية بتزعل ومش عارفة ايه، بس سنها صغير وكده، وان انتوا الاتنين عندكوا ولدين حلوين، ومريتوا بتجربة ولد اتوفى، ومريتوا بتجربة اتطلقتوا فترة قبل كده والكلام ده كله. معرفتوش تحافظوا تاني على حياتكم للأسف، ودخلتوا واحدة ما بينكم انتوا الاتنين. خلي بالك يا جبس، انت اللي انت عملته لعبت في عداد عمرك، لان مفيش ست بتسمح لجوزها ان هو يتجوز عليها او هي تبقى معاه نص راجل، لان دي بتجرح كرامتها جدا وبتحسسها انها قليله، او ان هي مثلا فيها عيب، فالراجل لقى في التانية الحاجه اللي مش موجوده فيها. فانت يعني تصرفك كان غريب، انت كان ممكن تحسنها وبتاع ويش طيبة في الاول وفي الاخر وبتتراضى يعني. المهم انت لو فعلا اتجوزت وكده، فانت يعني كأنك مثلا ايه، كنت في اليمين ورحت في الشمال، كنت ماشي قدام رجعت على ورا، يعني اخترت واحدة عكسها تماما. فانا استغربت من الموضوع ده، يعني مثلا دي محجبة دي مش محجبة، دي يعني ولادها بقى وبيتها وبيتوتية وبتاع، التانية فرفوشة وكلام من ده. بدأت بقى ايه فضايحكم تكتر زيادة عن اللزوم بطريقة وقحة يعني. الفيديو اللي عملته النهاردة، اولا انا متهيألي كده ان انت اللي خبطت هبة في عينها. والله اعلم، لان مفيش هون يجي في، ولو كان فعلا هون وجه في عينيها كانت اتصفت يعني لا قدر الله. لكن ده شكلها واخده بوكس يعني، فوصلت بيكم للتشابك بالايادي، فمش معقول يعني. النهارده الفيديو اللي نزلته هبه في منتهى الوقاحه. الكلام اللي قالته عليكم والكلام من ده، طبعا ست مجروحه وكده يعني طبيعي ان هي ما بتحبش ضرتها يعني اكيد، ومش هتتمنى لها الخير. لما قالت عليك وعليها حشاشين، وقالت ان هي بتظهر بقمصان النوم، وان هي ما انا زي ما قلت لك، هي على خلاف يعني عكس هبة خالص. هبة الست الشرقية اللي من الشرقية اللي المصريين تلات ارباع الستات شبهها، اللي انت اتجوزتها تتبع اكتر للمجتمع اللبناني والسوري والكلام ده كله، مش مجتمعنا. فهي سواء طيبة حلوة وحشة ده ليها. انا مش عارفة انتوا فضحتوا نفسكم ولا كنتوا بتلعبوا لعبة واللعبة قلبت بجد، ولا انتوا هتخلصوا من المواضيع دي ازاي؟ بس يعني اللي انا اقدر اقوله لك ان انتوا، واقوله لك يا هبه، انك انت كده عماله بتقلي من نفسك، بتهيني من نفسك جامد جدا جدا جدا. لو كانت لعبه خلصيها، عشان اللعبه هتتقلب بجد. ولو كانت حقيقه، يا تتعاملي معاها على ان هي حقيقه، وان في واحده تانية في حياتك وحياه جوزك، فهي تستمري معايا، ما تستمريش. بس بلاش الفضايح اللي بتعملوها انت. ده انت وصلت معاكي انك بتقولي انهم بدخلوا الحمام يعني. بصراحة انت بتغلطي وهم ما بيردوش. ممكن يكون بيرد عليكي بعد الفيديو، بس في الفيديو بيبقى الغلط براكبك انت. شفتي بقى؟ يعني مثلا التانية بتبين طيبتها وحسن نيتها، وانت بتبيني انك ام لسان طويل وي وي وي. انا عايزة بقى الست المصرية المحترمة اللي هي ما بتخرجش العيبة من بقها.
بصراحة يعني أنا لما كنت بشوفكم مع بعضيكم مع عيالكم بتنزلوا وبتروحوا وبتيجوا، كنت بتفرج عليكم بلاقيكم جميلة وجميل حلوين، وبتقولي لي يا جبستي ومش عارفة وإيه، وربنا يخليكي ليا يا مسلم. أنا مش عارف يعني كل الأزمات اللي انتوا مريتوا بيها بدل ما تقربكم من بعض تنسوها كده. شوفوا الدنيا من حواليكم. النهاردة واحد زي محمد عادل اتعدم، وغيره وغيره، يعني الدنيا مش مستاهلة. فانت يا بنتي قرري يا تقعدي معايا ما تقعديش معايا، بس بلاش الفضايح دي، علشان اي مدرسة هتقدمي فيها هتلاقي المشاكل بتاعتكم دي مش هترضى، في الاخر هتوديه بقى مدرسة حكومة بقى ولا اي حاجة يعني. فدي وجهة نظري. وانا مش عارفة انا يعني دلوقتي بقيت مستسخفاكم، حاسة بسخافة من المواضيع، وانتي عما طلعتي كده يعني رخصتي نفسك قوي يا هبة. فكني بقى شوية وكده، وامسكي العقل شوية. ده كان فيديو بتاعي النهاردة، وبشكر حضراتكم على حسن استماعكم، ويا ريت لو كنتوا وصلتوا معايا لكده لايك وشير واشتراك في القناة لو سمحتوا، والتعليق الحلو بتاعكم علشان أخلص طلباتي من اليوتيوب. وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.